هي يعني هذه المشاهد عشان كده خليته اخر حاجه. فصل من فصول الخصومه وتصغير الدماء والتصرفات الصبيانيه بين النظام الجزائري والمغربي. فصل جديد من الخصومه الغبيه من نظامين قرروا يقطعوا العلاقات ما بينهم ويخلقوا معاناه كبيره بين شعبين جارين تجمعهم اللغه والدين والثقافه والعادات والتقاليد والنسب. بطوله كرويه على الاراضي الجزائريه، بطوله افريقيا للاعبين المحليين. كل المنتخبات الافريقيه بتستعد للذهاب للجزائر للمشاركه في البطوله، لكن ازاي نعدي الفرصه؟ لازم نلعب بشكل صبياني ونخلق مشكله اللي بتحدث كل مره، والضحيه الشعبين. من يوم 13 يناير لحد 4 فبراير هتحتضن الجزائر بطولة افريقيا لكرة القدم للفرق المحليين اللي ما بيشاركش فيها مين؟ اللي هم المحترفين. بتلعب فيها المنتخبات الوطنية المحلية، بتضم اللاعبين اللي بيلعبوا في الدوريات المحلية جوه افريقيا. منتخبات افريقيا بدأت تستعد، هتنطلق بعد اقل من اسبوعين، النهارده 12 يوم. المنتخب المغربي واحد من اقوى المنتخبات اللي تشارك في تلك البطولة، هو اصلا بطل المسابقه مرتين ورا بعض، 2018 على ارضه و2020 في الكاميرون. المغرب ماشي محتفظ باللقب، يعني هو حامل اللقب. طبعا وجود المغرب مهم جدا في البطوله، ده كل ده من قبل ما يبقوا رابع العالم. البطل مرتين ورا بعض، وانجاز عملته غير مسبوق، عملته الكره المغربيه بطوله كاس العالم اللي فاتت. كله دلوقتي بتتجه الانظار لمنتخب المغرب واداء منتخبه هيكون بلاعيبته المحليين. لكن فوجئ العالم ببيان اتحاد كرة القدم المغربية بيعلن فيه موقفه من المشاركة في البطولة الافريقية في الجزائر. بقول لك مشاهد يعني صبيانية. تمت الاشارة الى مراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للاتحاد الافريقي بخصوص احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولة الافريقية، خاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة، حيث طالب المغاربة بسفر المنتخب الوطني الى مدينة قسنطينة التي تستضيف مباريات النخبة المغربية عبر رحلة مباشرة. المغرب عايزة ايه؟ رحلة لمنتخبها مباشرة من الرباط، طيارة خاصة للخطوط الملكية المغربية. وفي حال ذلك رفض ذلك فقد قرر المكتب المديري بالاجماع عدم المشاركه في هذه البطوله. تخيل انت، الشقيق بيطلب من شقيقه ان انا اوصل بطياره مباشره، اطلع من الرباط اوصل قسنطينه بطيارتنا. الاتحاد الجزائري لكره القدم قال الجزائر مش ملزمه بده من خلال نص قوانين الكاف. الاتحاد المنظم ملوش دعوه بالتنقلات الخارجيه للفرق القادمه، هو ليه دعوه بالاستقبال في المطار والتنقلات الداخليه بس. ده رئيس لجنة التنظيم الجزائرية رشيد أوكاني. وده أيضا كلام للوهلة الأولى لا غبار عليه. معنية بالتنظيم على المستوى الوطني. الوفود هوني دون نو زوبليغاسيون، احنا مجبرين باش ناسيريو لو ترونسبور على المستوى الوطني، معناه تنقل أي فريق من مدينة أخرى. واما بالنسبه للتنقل حتى حضور تظاهرات كل الفرق 17 باش تجي للجزائر، هو على عاتق الفريق اللي راح يتنقل. يعني فين المشكله بقى؟ المغرب بتقول لك انا حق اروح على الجزائر على طول بطيارتي. الاتحاد الجزائري بيقول ان نص الكاف بيقول انا ماليش دعوه بالتنقلات الخارجيه، انا ليا دعوه بالتنقلات جوه بس. الناس بدأت تخمن من خلال رد الاتحاد الجزائري ان هم مثلا فهموا ان المغرب عايزه الجزائر تتحمل تكاليف انتقال المنتخب المغربي. بقول لك وده كلام نفاه المسؤولين المغاربه ان الموضوع مش تكاليف، الموضوع السماح يا اهل السماح. ان ما يتم تداوله نتاج لفهم خاطئ لما عرض داخل تنفيذيه اتحاد الكوره بشان شرط مشاركه المنتخب المغربي، ونفى ان يكون المغرب قد طلب تامين رحله خاصه لبعثه المنتخب المغربي، وان طلبه كان السماح. ترخصوا لنا ان تهبط طياره مغربيه يوم 10 يناير في الجزائر اللي بتحتضن مدينه قسنطينه اللي بتحتضن مباريات مجموعه المغرب، تاتي من الرباط مباشره. الجزائر منعه
مش مديها الموافقه على كده. هذا المطلب مشروع وليس تعجيزي، ويندرج ضمن مهام اتحاد كرة القدم الافريقي لكرة القدم. ما فيش اي حاجة. لما تشوف الموضوع فده ظاهريا يبدو ان كلامه صح وده كلامه صح. فين المشكلة؟ فين الازمة؟ لا حضرتك، الازمة لا في الكاف ولا في الاتحاد الجزائري ولا الاتحاد المغربي. الازمة في حتة تانية خالص خالص. يعني كل دي قشور زي ما قلت لك. موضوع كريستيانو لا دي دعوه بالكوره ولا دعوه بحاجه. الحكايه قصه تانية خالص. الجزائر تغلق مجالها الجوي امام الطائرات المغربيه في تصعيد جديد للتوتر. الكلام ده من امتى؟ من اكتر من سنه وثلاث شهور، سبتمبر 21. هنا الازمه ازمه سياسيه وملهاش علاقه بالكوره، زي ما لهاش علاقه بين الشعبين، زي ما هي ما لهاش العلاقه بين الجيران. أزمة سياسية بحتة بين النظامين، عسكر الجزائر وملك المغرب. يعاني منها الشعب وتعاني منها المنتخبات ويعاني منها الجماهير. الاتحاد المغربي يقول لهم اسمحوا لي اسافر مباشرة. المسؤولين الجزائريين بيقولوا البعثات المغربية اصلا مسموح لها انها تسافر مباشر، لكن هي اللي ما بتعملش كده. تصريح غير منطقي شوية لكنه اتقال، والحقيقة انك قافل الحدود. هل الجزائر متعنتة ولا السلطات المغربية بتخلق مشكلة من فراغ؟ مسؤول الجزائري بيقول لك اتحدى اي حد يقول لك ان تم منع المنتخب المغربي من دخول الجزائر. كله بيحوم حوالين ثغرة الطيران المباشر. المغرب هتخش عادي، لكن هل مسموح ليها تيجي طيارة مباشرة من الرباط؟ ليه ما حدش بيجاوب على السؤال ده بشكل واضح؟ بشكل واضح. هل اللي حصل بمشاركة المغرب في بطولة ألعاب البحر المتوسط كان تعنت من سلطات الجزائر ولا اختلاق مشاكل من السلطات المغربية؟ فاكرين ساعتها البعثة المغربية كانت راحت ازاي في ألعاب البحر المتوسط؟ عشان بس ورافقت البعثة المغربية في رحلتها التي انطلقت من مطار محمد الخامس صوب تونس عبر طائرة خاصة في رحلة جوية استغرقت 2.5 ساعات، تتوقف بمطار قرطاج 4 ساعات على أن تتجه بعد ذلك إلى وهران التي ستحتضن المنافسات. قاعدين نلف وندور على بعض ونلعب ألاعيب يعني ملهاش أي لازمة. ما أنت مش عايز طيران مباشر، لف وندور ليه؟ الموضوع ده تحس بصعوبته وأنت مش بسهولة قراية الخبر. هو الموضوع اللفة دي حاجة رخمة جدا وفي غاية الاستفزاز. بلدين عربيين شقيقين مسلمين افريقيين اشقاء، تضطر تلففني كده. طب بسيطة الخريطة تعرف قد ايه الحكاية دي مستفزة. بص حضرتك اهو، المغاربة كانوا هنا، راحوا سافروا لحد تونس هناك عشان يرجعوا تاني لحد وهران. بالله عليك مش عيب؟ بالله عليك مش عيب؟ يا جماعة عيب، عيب بقى. الهم يعني مش محتاج فوق همه هموم. ما تسيبوهم يجوا